بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. أقول لكم يعطيكم الصحة القائمين على هذه الجامعة، جامعة عبد الرحمن ميرا بجاية، قائمين على هذا اليوم الدراسي. الشكر موصول إلى الأساتذة، إلى أبنائنا وبناتنا، إلى الطلبة. جزاكم الله خيرا. ربي يحفظكم ويستركم وينصركم. إن شاء الله تتزوجوا كاع ما يكونش عندكم مشاكل كاع. الموضوع رغم كرم الأستاذ السيد الرئيس رئيس الجلسة، ولكن أنا من جهتي أيضا إن شاء الله يعني أختصر الكلام لاحتراما للوقت واستثمارا لأوقاتكم جميعا. أعالج هذا الموضوع من خلال تمهيد صغير وخمس نقاط خفيفة وبعدين خاتمة. نبدأ بالمقدمة. المقدمة نربطها بما استمعتم إليه من السادة الأساتذة جزاهم الله خيرا. الرسالة وصلتكم جميعا أن الشريعة الإسلامية فيها بزاف نصوص، آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تدعو إلى الصلح وتجذره. نرجع القانون، المنظومة القانونية الجزائرية فيها خير كثير. القانون المدني مادة 459 وما بعدها لغاية 466. قانون الإجراءات المدنية خاصة في التعديل الذي حصل في 2005 990 الصلح إلى غاية 993. وسط القضائية كحل بديل لحل النزاعات 994 وما بعدها. التحكيم 1006 إلى غير ذلك. قانون الأسرة المادة 49 راكم سمعتوها كثير. إذن القانون موجود هذه، ولكن دائما في المقدمة استمعتم إلى ما قال الإخوة الأساتذة وكذلك ما قالت الأستاذة سعد حينما نصت تحدثت على واقع الصلح في المحاكم. وسمعتوا الإحصاءات اللي سمعتوها مخيفة جدا. إذا كان يعني هذه المئات والآلاف نتاع هذه إحصاء نتاع بجاية، لو أعطيكم إحصاءات على المستوى الوطني صعب باش تكملوا هذا اليوم الدراسي، لأن إحصاءات مخيفة جدا. ولغة الإحصاءات تجعلنا نفهم ونفقه هذا الواقع الذي نحياه. وكي نقولوا فشل جلسات الصلح في معظمها معنا في المقابل تفكك الأسر، والأسرة هي الأساس. وكي الأسرة تتفكك ماذا بقي؟ وحنا في الدستور الجزائري في المادة 72 تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع. في الدستور اللي هو أعلى وثيقة في مبدأ الشرعية في الجزائر، بل حتى في سائر الدول. وحنا أيضا الجزائر صادقت على كثير من المعاهدات، وانتم عارفين المعاهدات المصادقة عليها تسمع على القانون، هذا بلغة القانون. نروح إلى الاتفاقات الدولية وهي كثيرة، والمواثيق. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 16 الفقرة الثالثة في كلام مهم جدا عنده علاقة بالموضوع. اتفاق الميثاق الطفل العربي 1984 المادة 4. اتفاقية حقوق الطفل 89 دخلت حيز التنفيذ في 1990، صادقت عليها الجزائر في 1992. ما حبيش نتكلم بزاف في الموضوع هذا، نروح مباشرة إلى المقدمة. انتهت لأن الواقع ما يفرحش. التشخيص لماذا هذا الفشل في جلسة الصلح ورغم وجود هذه المنظومة القانونية والنصوص الشرعية في الكتاب والسنة. النتيجة فيه خسارة كثيرة وتفكك الأسر وتشرد الأولاد، وبعدين الجرائم الآن في السجون. زرنا كثير من السجون في محاضرات وفي لقاءات مباشرة مع بين قوسين نزلاء المؤسسات العقابية. أو شفنا كوارث كثيرة يا جماعة الخير. كان يقول لك أنا مجرم،
وسأتفنن في الإجرام بعد خروجي وأنتقم من هذا المجتمع. لماذا؟ يقول لك أبي طلق أمي، وهذا المجتمع يتفرج، كي نخرج؟ واش تقول لهذا؟ هذا مبلغه من الفهم. يقول لك يما مع بابا مطلقين، المجتمع يتفرج ولا يحسبها في الإحصائيات، يما وبابا دخلوا في الرقم. كي نخرج من السجن أيضا سأنتقم من هذا المجتمع. إذن أمر خطير جدا، فيه نتائج، ونتائج تتحول إلى أسباب، وأسباب تنتج نتائج، يعني سلسلة كبيرة. الآن نروح مباشرة إلى 5 نقاط اللي وعدتكم بها. 5 نقاط: أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، خامسا. أولا، باش ينجح هذا الصلح ونتمثل جميعا قيم الصلح المبثوثة في آي الكتاب وفي السنة المطهرة وفي متن النصوص القانونية الجزائرية بمختلف أنواعها، لابد من مشاركة 5 أصناف. الصنف الأول، وأنا أتوجه إليهم الآن للصنف الأول بهذا الكلام، نتوجه أولا إلى الوالدين، ومن خلال الوالدين إلى الأسرتين، أسرتي الزوجين. سمعت: فبعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، سورة النساء الآية 35. يلا نبدأ بالوالدين. السؤال المطروح: الوالدين هذا زعما في المستوى باش يحافظوا على الأسرة؟ كاين الوالدين يكونوا شاطرين غير في نهار العرس. نهار العرس ما تخافوش، هذه الإجراءات يعرفونها. نهار اللي تصرى مشكلة وأزمة ما يعرفوش إجراءات الصلح ولا التقريب بين الزوجين. صح؟ هذا هو الواقع المر. طبعا لا أصدر أحكام عامة، هناك أسر مستقرة هادئة ما شاء الله، ما نتكلموش على هذون، ربي يزيدهم، ولكن في مثل هذه اللقاءات نصرف النظر إلى مواطن الخلل، نصرف النظر إلى حفر التخلف التي نحياها، هكذا لنجتهد جميعا ونتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. كاين الوالدين إذن اللي ما عندهم حتى علاقة بالصلح هذا، بالعكس أحيانا كل واحد منهم يشجع الآخر باش تفشل جلسات الصلح. نعطيكم سيناريو. فرضا الأستاذة قاضية راهي هنا، قدامها الزوج مع الزوجة، تحاول دير صلح بيناتهم، عندها كل الشروط باش تنجح هذه الجلسة، كلامها لا معنى له وجهودها تذهب هباء. أتدرون لماذا؟ لأن القرار خارج المحكمة. هل بكم كاين الوالدين اللي يرافقوا الزوجين، يقول لها: بنتي أنتظرك في المحكمة. يا بابا لو كنت قبل الصلح. ولا الزوج ينتظره باباه يماه خاوته أخته الكبيرة تنتظره. القاضي مسكين دار كلش، اجتهد، ولكن ما يقدرش. وتشوف مسكين هذاك الشاب والشابة: سيد القاضي أنا نتمسك بالطلاق سيد القاضي، هكذا. يعني هذه الفكرة تحتاج إلى ملتقى وحدها برك، هذه باش نقراو الذهنيات. العقبات ما هي لا في النصوص، ولا النصوص موجودة سأشير لها بعد حين، ولكن نتكلموا عن الذهنيات والعقليات نتاع الأسرتين. فهمتوني؟ نحبسوا هنا، تكفي الإشارة، واللبيب بالإشارة يفهم. كملنا الوالدين. أولا الخطاب موجه للوالدين، ثانيا موجه للزوجين. الزوجان عارفين، هذا الزوجان نقول لهم برك حاجة. تعرفوا سمعت بقوله تعالى في سورة النساء الآية 21: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إذا كان الزوج والزوجة ما يعرفوش قيمة العقد، يعتبروا عقد كسائر العقود، عقد تجاري ولا أي عقد، هذا مساكين يعني واش نديروا بهم؟ هذو هما ضحايا جدا، خاصة في هذا الزمان اللي تعرفوا كاع الثقافات والقيم، اهتزاز منظومة القيم.
لذلك ما يعرفوش أصلا، ما عندهم لا تأهيل، هم غير مؤهلين. تسمعوا أحيانا في بعض المناقشات والملتقيات يقول لك تأهيل المقبلين على الزواج، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لازم يكون هذا الشيء. مازال ما يعرف والو مسكين، ما يعرف لا هو لا هي. وخاصة الآن بكري على الأقل كاين الأسرة موجودة، يتزوجوا يجي الأسرة الكبيرة، كاين الجد وكاين الجدة وكاين الأب وكاين الأم، يعني يساعدوهم شوية، هذا هو المفترض. الآن مباشرة يتزوجوا يروحوا وحدهم. أول مشكلة أول أزمة، ربما حكيت لهم حكاية بالك سمعتوها، اللي ما سمعهاش يسمعها. مرة جات واحدة يعني صغيرة قالت الشيخ هل أنا طالق ولا مانيش مطلقة؟ طلق باسمه هذاك بالاس ام اس. اعطتني نقرا، قلت لها ما كاينش مطلقه، واش فيها؟ قالها انا وياك سي بون. انا قرات سي بون بلي سي بون، وزيغ الدعوه راحت كاع بعيد. صافي اعذرونا بالك رانا مهمومين بامور اخرى ما تبعناكمش بزاف. زيغ اللغه غيرتوها وما على بالناش. قالت لي الشيخ لا راني مطلقه هكذا. قلت لها هذه العباره تفيد الطلاق يقينا عند جميع الفقهاء، لانه سي بون. وبعدين المفاجاه كي عطات لي التليفون، اتصلت طبعا به، قالت لي نفوت لك فلان. هضرت معاه، قلت له فلان انا قريت هذاك المساج. قال لي والله غير سي بون، عاودوا حتى تعاودوا. قلت له سي بون صافي راكم ملاح. قال لي لا خلاص. قلت له صافي سي بون ولا عندكم سي با بون؟ حتى على مستوى المصطلح، حتى مستوى الكلام، او بزاف امور والله غير نخافوا منكم يا بصراحه. صد نتمنى يا اخي، دعيت لكم في بدايه اللقاء وزيد ندعي لكم ان شاء الله كل جعل ربي ذاذرهم يفعل في اللون الهموم اي تبغى يقضى ان هدامين اي انتو قادم يخضى اذي فعل ربي في اللون الهموم او كن يصر ربي او كن يفكر ربي ثم عيشت اللي سار ثلاثا السار اول سعوم وكورن في ثلث ثنوان. الحمد لله. الان صافي هذا الزوجين هذون يحتاجوا الى تاهيل، يحتاجوا الى مرافقه بلغه العصر اللي حبيتوها كوتشينغ، اللي يرافقكم باش تعرفوا واش كاين في الامور هذه نتاع الدنيا والازمات اللي راهي جايه والمشكلات وكذا. ماشي على جال الزوجه تتصل به وما ردش عليها، بالك راه في الاجتماع برك في الملتقى وبعدين تبع يا تعرفوا كاع واش سولتوا هذه الهم. هذا قسم بالله غير هم كبير. هذا مش مليح. طبعا هذه وسيله، الوسائل لا حكم لها في فقه الشريعه. الأحكام الشرعية تتعلق بالمقاصد، ولكن الاستثمار السيء للتكنولوجيا أدى إلى ألوان من الدمار والزلازل التي هزت أركان الأسرة. كملت ثانيا. ثالثا درك نهضر مع القاضي. كي كانوا الأساتذة يهضروا ولا غير تفكرت في 1984 85 كان في ملتقيات هذه الأوراق راهي موجودة، يعني من المقترحات التي كانت يومها بعد صدور قانون الأسرة مباشرة ضرورة إسناد قضايا الأسرة إلى متزوجين ماشي إلى عزاب. هذه رقم واحد، هذه أذكرها وأحفظها تماما. يعني هذا الحد الأدنى أنه هذا متزوج على باله أمور الزواج وكذا، ماشي إلى عزاب. رقم اثنين، بعض التوصيات تذكرها وفاء لجهود السابقين، وقد قال ربنا في آية القرآن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. رقم اثنين، أنه لازم القضاة اللي عندهم تجربة والخبرة في الميدان، حتى في قضايا أخرى، تجارة والمدني وكذا، التجاري والمدني والجنائي مش عارف في تخصصات أخرى. رقم ثلاثة، لازم القاضي يكون عنده شريحة. راكم تعرفوا يا أخي معليش قال القانون الله يبارك، مي أحيانا المواد القانونية هو يتيه فيها، ترفد المادة 49 المادة 50 51 56 تلقى فيها كوارث. سأذكرها كي نوجه الخطاب للمشرع.
لذلك هذا بالنسبة للقضية هذا يعرف شوية شريعة، والمادة 222 تعرفوها كامل، كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية. لازم يكون شاطر، عنده قواعد فقهية، عنده شرع، يكون حاضرا يرافقه في جلسة الصلح التي يشرف عليها القاضي في مكتبه بحضور المعنيين. هذا موجه للقاضي. وكذلك القاضي لازم يعرف حاجة مهمة ذكرها سادتنا الفقهاء، منهم الإمام أحمد صاحب المسند، يقول يتحدث عن المفتي ويتحدث عن القاضي. بالنسبة للمفتي ماذا قال؟ قال المفتي باش يكون شاطر يكون ناجح يحتاج إلى شروط. الشرط الرابع أن يكون عارفا بأحوال الناس. هو القاضي لم يعرفش العادات والتقاليد، يعني لولا طبيعة اليوم دراسة نجيب لكم 300 قضية نموذجية من خلال 48 ولاية، وتشوفوا العجب، تشوفوا القاضي الناجح والقاضي الفاشل. القاضي الناجح إذا كان راح من بجاية إلى تقرت لازم يعرف العادات والأعراف، لازم يعرف العقليات والذهنيات. إذا كان يعني من البيرو من المكتب للدار وكذا واش يعرف هذا؟ طبعا نحترم الجميع، نحن في يوم دراسي والعلم عنده منهجية لازم نقولها، كلنا مقصود بهذه المنهجية وتشملنا قواعده وضوابطه. أقول لازم يعرف. تروح مثلا توارك عندهم حاجة أخرى كامل، هو السلم الإداري عندهم داخل الأسرة وكذا، هي حاصرة. هو المرأة ثم إذا كان سنيت على الصلح. أذكر مرة في جريمة قتل بعد ما كتب ربي الصلح، قلت لهم من الأعيان رجالة جيبوا لنا امرأة. واحد هذيك قال لك انا حشمت نقول لك لازم تحضر، قلت له قبل ما نجي عندكم قريت الزريعه نتاعكم على بالي واش كاين، جيبوا لنا مرات السنيه. وكان الحاجه سكيوه ربي يرحمها 93 سنه، جات بلا شازرولونت، مات عندها حوالي عام ولا عام شويه، جاءت وامضت الصلح معنا هكذاك. وهذيك هي صمام الامان عندهم في ثقافتهم، كي يكون المراه السنيه على الصلح ما كاينش اللي يرجع. شفتوا استثمار الثقافة والأعراف. والعادة محكمة أليس كذلك؟ هذه من قواعد الفقهية الذهبية. العرف محكم، والعرف ما تعارف عليه الناس واستقامت عليه أمورهم من قول أو عمل. أنا عاميه صافي القاضي عنده خدمة كبيرة. وسمعت الأستاذة كانت تتكلم على هذيك العريضة ومش عارف هذيك الوثيقة اللي هذه مش التحقيق، هذا هو بنادم، هذا مشاعر أحاسيس ذهنيات عقليات، عنده ضغوط. بالك قرر طلاق راح عند أخته، إذا ما كنت شاطر كقضية تكتشف الخلل أين هو، إذا ما خدمتش خدمتك. كن كيما الطبيب الحاذق ليشخص سوا ثم يقترح الدواء المناسب للداء. طبعا لا أطيل، الآن وصلنا للقاضي، وطبعا كلام القاضي كان كلام كثير. رابعا نتوجه الآن للمشرع، نقول له مرحبا بك المشرع، وانت وراك تشوف هذا القانون هذا ما ناقص بزاف. سمعت الأستاذة يتشاوش طرحت كمقارنة، يعني ذكرت القانون مدونة الأحوال الشخصية تاع المغرب وقانون الأحوال الشخصية المصري، وفي الإمارات أيضا فيه أيضا أمور، وفي دول أخرى. حنايا الحكمة ظلة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها. نقول لكم للتاريخ، في 2005 نهار اللي اقترحنا مقترحات لتعديل قانون الأسرة في اللجنة الوطنية، كنا في اللجنة الوطنية لاقتراح تعديلات القانون الأسرة. جماعة الخير كاين بزاف اقتراحات ما سمعوا لهاش أصلا. نقول السلطات الشرعية ماشي هكذا يخدموا الناس. هذه الجزائر نتاعنا كاع ما كاين حتى واحد يزيد على الآخر على حب الجزائر ووطن، هذا كاع العالم نتاعنا كاع. المنظومات الشرعية لازم تسرع، ما نضيعوش الوقت. من 2005 نقول لكم شهادة، 2005 مقترحات حلوة اقترحناها ما طلعتش في البرلمان. ونقول أيضا خطاب لأعضاء البرلمان، أين أنتم؟ هاو جماعة الخير حتى أنتم ما عندنا ما نقول لكم، رشحناكم وطلعناكم راكم في البرلمان، واش ديروا ثم؟ ولا نكون شي سهل أن تجمع القوانين في العالم، جيب أي حاجة نافعة مرحبا بها. سمعت الآن في المدونة الأحوال الشخصية من الأستاذة، وكذلك المكتب نتاع شوف المجلس العائلي هنا، ومكتب الهي، وأخصائيين، سوسيولوج، بسيكولوج، روقيولوج،
هذه بالك هذه ما تكتبوهاش، رقيولوج على وزن من الرقية هذه. فهمتوا الرسالة؟ مانيش نقول رقية، لا لا، معناه واحد اللي يفهم الشرع، اللي يفهم القانون، اللي عنده تجربة يكونوا هذه مجموعة مجلس عائلي. قاضي وحده يقدر ما يديرش وحده. ديجا اقترح في هذا الموضوع، نقترحه باش يكون قاضي صلح على الأقل. هنا الصيغ المقترحة كاين كثيرة، إما يكون هذا المكتب، إما يكون مجلس عائلي كما سمعنا، يكون فيه مجموعة قضاة وكذا إلى آخره، أو يكون قاضي صلح. قاضي صلح ماشي قاضي الحكم اللي يحكم في الموضوع، ما يقدرش، لا يمكن، لا يمكن إطلاقا. قد ينجح في بعض الحالات ولكن سيفشل في كثير من الحالات. وكذلك إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بالوساطة القضائية، لا ميدياسيون جوديسيير، من المادة 994 ومن بعدها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد. علاه استبعاد هذه القضايا العمال وقضايا واسمه نتاع الاحوال الشخصيه؟ علاه؟ صح صار تعديل مؤخر في قانون الاجراءات الجزائيه وكاين خير، من طلبوا اكثر. عامل الزمن يهمنا كثيرا، زمننا خطر ورانا رايحين. اذا كان الامر يحتاج الى سنه، علاش نديروا 25 سنه؟ لماذا؟ المنظومه الشرعيه لابد ان تراجع. المادة 49، المادة 50، المادة 51، 56 كي نطبقوها نخرج لكم على الأقل 20 تناقض بين الشريعة والقانون، تناقضات صارخة كي نقراو هذه المواد. إذن الله يبارك، لاباس حنفرحنا. دوك شفت الآن المعظم الله يبارك الطلبة نتاوعنا واش يتمنى الفلاح كي يغرس الشجرة ويشوفها كبرت. والله غير فرحتي كبيرة جدا كي شفت الطلبة نتاوعي الله يبارك الآن اساتذة، وفرحت بزاف يعني بكل صراحة. وفرحت اكثر ثاني اذا بالطلبه انتم هذو اللي راهم جايين يكونوكم، هذو انت هذه حاجه كبيره بزاف. علاش نضيعوا الوقت؟ اذن لابد من اعاده النظر في منظومتنا التشريعيه بما يتفق مع مقاصد الشريعه الاسلاميه وبما يستوعب قضايانا في مجال الاسره وبما يحقق المقاصد والغايات. كملت رابعا، الان خامسا نروح خامسا نديرهم كامل ثم، ندير ثم الأصدقاء، ندير المحامين، نديرهم كامل في جهة واحدة. علاه؟ باش نربحوا الوقت. نبداو بالأصدقاء. يعني ذوك الشاب عنده صديق، هل بالك الصديق هذاك هو الصح أحيانا ولا غير هو الصح؟ القرار في يده. كم من قضايا بالمئات إن لم أقل بالآلاف على المستوى الوطني والدولي. كان في بالي باش نحكي لكم شويه على القضايا الدوليه. الجاليه نتاعنا راهي تعاني واحد المعاناه، لا اله الا الله محمد رسول الله. واقترح انكم نديروا مكاش ملتقى تاع يومين صحاح على قضايا الجاليه. راهي الاستاذ تقول تجيب الصح، يعني تجي معنا التزم ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي. يا اخي قرن استقبالي ثندي زوال الفعيث وضار، حديث صحيح رواه امازيغي مسلمون. أن دي زوارول إذ بعيث أوضار. فهمتوه؟ بالعربية وين يسبق القلب الرجل يمشيو. أنا قلبي سبق بدني إليكم، إن شاء الله هذاك النهار يزيد يسبق ونجيو. يلا كملوها، بديتوها كملوها. إيه ربي يقول لا تبطلوا أعمالكم. يلا يا سيدي. علاش قضية الجالية؟ خطر ثاني عندهم، هذا عايش فيه. قضايا في كندا عندهم واحد خصوصيات دي كاركتيرستيك. قضايا نتاع امريكان، يعني الجاليه نتاع اللي راه في امريكان. قضايا اللي في فرنسا، عندنا اكثر من 3 مليون جزائر لهم ثم. إيه عندكم تسمعوا في هذا المجال. لذلك اذا فعلا لابد ان نستنفر جميع الهمم، جميع رجال الخير ونساء الخير من اجل تغيير ما نحن فيه الان. قلت الاصدقاء، صديقات. انت اذا كاين وحده راح تطلق عندها صديقه مستشاره حلوه ما شاء الله، تقولها يا فلانه انا صديقتك ما تخربيش دارك، قدمي تنازلات. سمعت الاستاذ فريد قبل حين يعني كان يتكلم على تقديم التنازلات. لازم تنازلات. استقبالي قرن اويني جان إيجنجان. ما يلزمش تجيب دماغ تقول ندي كلش، ندي السكنه واف 5 ونديه في قلب بجايه ماشي في الضواحي. بلا عقل بلا عقل. هو عندك دار ما تخربيش دارك، عندك عش ما تخربيش. اذن انت ايتها الصديقه نطمع فيك والله العظيم، نتمنى باش انت تحلي مشكله.
خير من القاضي وخير من المحامي وخير مني وخير من الإمام وخير من كلش. أنت الصديقة. أنا عمية. وفي هذه من كل حاجة نقولها لكم فيها بزاف أمور، ملفات وكذا، ونقولوا معطيهم الصح. أو الأستاذ فريد قال لا ذكرنا شوية أمثلة. معلش نذكر مثال أو مثالين يعني ما تيس نخليهم في الأخير. معلش درك هضرت على الأصدقاء يا أخي، لونتوراج نتاع الزوج والزوجة عندهم تأثير. الآن نروح المحامين. المحامين الله يبارك المحامين يديروا جلسة الصلح في مكاتبهم، جزاهم الله خير الجزاء، وأثني على ما قالت الأستاذة. وكاين محامين ايضا اللي تنقصوا التجربه وكذا. الشيء اللي قلناه على رجل الصلح وعلى القاضي وعلى نقولوها ايضا على المحامي، هو بنادم ايضا ممكن في دماغه عنده واحد الاعتبارات، يقول لك مادام هذيك المراه اساءت الادب مع زوجها فبالتالي اذن والله ما نقبل، انا نشجع هذاك واسمو زوج باش يطلق اليوم خير من الغدوه. يقول اليوم عندكم غير طفل، حاولوا كان تزيدوا تكملوا بعد 5 أولاد ومن بعد تطلقوا. شكون قال لك هكذا؟ علاه؟ تفاءلوا خيرا تجدوه. وهذا مسكين بحسن النية، مانيش نقول احنا مسلمين نفترضوا حسن النية فيما بيننا، ولكن قلة التجربة. أي واحد منكم نعطي له سيارة جاب البيرمي اليوم يروح يطلع العاصمة ولا الوهران ممكن يدير حوادث، يدير حوادث. هذه السيارة برك. وقيادة الأسرة أخطر وأصعب من قيادة السيارة. أنا عامل إذن هنا نقول هذو كامل مجموعين محامين وكذا والأصدقاء والانتوراج نتاع الطفل والطفلة نتاع الشاب والشابة. نعطي لكم بعض الأمثلة. كاين مرة واحد الجلسة فشلت طبعا بجدارة، لأنه الشاب كيف كان يقول؟ قال أنا شاورت الناس أصدقائه يعني، قالوا لي الراجل يحكم في كلمته. ذرقاز أرقاز يتوطى في سجيلس. هذا مستشار رقم 1. المستشار رقم 2 واش قال له؟ قال له الكلمة كي رصاصة خرجت ما توليش. غير مستشار يا لطيفة. وفشلت جلسة الصلح وصدر الحكم القضائي بالطلاق. بعد 8 شهور ربي اللي يسر تراجعوا. وكي بقينا هكذا في الجلسة نتاع ما شاء الله، شكون اداك لهذا؟ قال لك قيل لي كذا وكذا وكذا. شفت المستشار واش يقدروا؟ وما حبيش نطول لأنه أمثلة كثيرة جدا. سيد علي كرم الله وجهه يقول من شاور الناس شاركه في عقولها، ولكن لازم أرسل حكيما ولا توصيه. المستشار مؤتمن. إذا واحد خير رأي مستشار لا يعرف، فاقد الشيء لا يعطيه. إنك لا تجري من الشوك العنابة، أليس كذلك؟ لذلك الآن وصل الخاتمة. حبيت نذكر أمثلة ربما إذا كان فيه شوية الأسئلة كيف مناقشة كاش مزيد، وإلا اكتفي بهذا ربحا للوقت. في الخاتمة واش نقولوا؟ نقولوا رسالة، أقول رسالتين. الأولى قالها ربي، والثانية قالها ربي. اللي قالها ربي الأولى في سورة الرعد الآية 11: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حاولوا تغيروا حنا في الداخل. لذلك مثل هذا الحضور الله يبارك والنفس تتغير، أليس كذلك؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهمتوا؟ الرسالة الثانية لازم نتعاونوا كاع اللي ذكرتهم وغيرهم باش نهدموا سهل. الدمار سهل ولكن العمار صعب. لازم يتعاونوا عليه كاع هذوك ذكرتهم كلهم. ربي قال في القرآن وتعاونوا على البر والتقوى إلى آخر الآية. والشاعر قال متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. شكرا لكم. السلام عليكم.